الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون إيجار الأماكن القديم وما به من مشاكل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قلنا فرحنا وانتصرنا وقلت إن هي دي يعني أول خطوة، وربنا يسهل لنا ونكمل للآخر إن شاء الله ونرجع حقوق الناس. أنا قلت أنا مش مالك، واللي يسبق غير كده أنا معاه. الملاك اتظلموا كتير جدا جدا، ورغم من عن كده ناس مؤدبة هم ورثة الملاك. واحد كان عنده عمارة خلف اتنين بقوا اتجوزوا. في وريثة بتقول لي أنا من الجيل الأول عندي 60 سنة وعندها مشكلة، وعرضها هو عارضها يعني فيديو. فدلوقتي المعاناة اللي عانوها كتير جدا. أنا لما بقرا المعاناة بتصعب عليا حاجات، يعني حاجات فظيعة جدا، وحاجات القانون هو السبب فيها. والمستأجر الأزهر قال له ده حرام وغير شرعي، والناس قالت ده، وهو عارف، هو عارف حقه إيه وده حقه إيه، إنما راضي بالظلم. ربنا يحاسبه. في ناس ملاك محترم راحوا حلوا، في ناس ملاك يملكوا يعني شقق في حتت غالية جدا وفخمة جدا، ورغم ان الاب والام ماتوا وتوفوا والشقة فضيت وهم واخدين اماكن تاني، راحوا بكل احترام وادب سلموا المفتاح للورثة الملاك. غير كده انا قلت عليها قبل كده، والله ناس قالت لي الكلام ده والله وقصادي، قالوا لي راحوا للملك قالوا له خد الشقة اهي باللي فيها وفرقهم لوجه الله على روح ابونا وامنا. يعني واحد بيدفع ايجار محل 80 جنيه وهو بيكسب 5000 جنيه، او بيكسب في اليوم، وبيكسب 30000 جنيه او 40000 جنيه في الشهر، وشاف انه بيدفع 80، قال لا حرام. كان بيراضي المالك ويقول له لا خد انت هتعيش ازاي؟ شوف بقى الانسانيه. انما في ناس ما عندهاش انسانيه، ناس بتسترزق من القانون، وناس مأجرة من الباطن ومأجرة محلات من الباطن وعاملة عقود شركة مضروبة وعاملة وعاملة وعاملة، واستغلوا القانون واتحايلوا على القانون وبيكسبوا، ومثبتين المالك على الأجرة بتاعته، وما يقدرش يتكلم يغير يعمل. هتغير لي عقد هتيجي تاخد قرشين، عايز اسلم لك الشقة. الشقة دلوقتي ب3 مليون، يبقى انت تديني 2 مليون تاخد 5. والمادة 20 من القانون 136 سنة 81 دي مادة خطيرة جدا، اللي هي 50% و50% في حالة النزل أو البيع. معرفش إزاي اتعملت. طيب الملاك قلنا ولاد ناس، أهاليهم بنوا وعملوا على أساس يشوفوا أولادهم مبسوطين وعايشين حياة سعيدة وكريمة. إنما للأسف القانون غير حالهم خالص. زي ما قالوا قبل كده وقلت، أصبحوا يعني في ناس، أنا ماليش دعوة بالناس المبسوطة دي وبس، بيطلبوا حقهم وأنا معاهم، أطلب حق، أسيب حق ده بمزاجي. طيب أحد الملاك بيقول إيه بقى؟ الكفن ملوش جيوب. الكفن إيه؟ ملوش جيوب. الحل بسيط، وهو الناس الغير قادرين. شوف بقى، واحد ده مالك بيقول لك الحل ايه وقلبه على الناس الغير قادرين، ده بيتمسك بالناس غير قادره ومالك. الناس غير قادرين عليهم تقديم ما يثبت ذلك، ويقدم في الاسكان الاجتماعي، وهي الان مطروحه للتقديم. الناس اللي هم غير قادرين يروح يقدم سكن اجتماعي، واذا كان الدوله تساعدهم او يتعمل لهم صندوق لمساعدتهم. الناس الغير، شوف بيتكلم عن ايه، ما اتكلمش عن حقه، بيتكلم عن ايه. نيجي بقى للناس المحترمه اللي هي غير قادرين. يجب عليهم دفع القيمه الايجاريه السوقيه سواء كان محل او شقه، وبلاش يستخبوا في عباءه الغير قادرين، ويخلوا الدنيا تمشي بسلام، ويبقى عايشين مرتاحين البال ومحدش واخد معاه حاجة. يعني مفيش حد ياخد معاه، هو ربنا هيفتكره، ولا هياخد شقة ولا عمارة. وإن الكفن ملوش جيوب. الكفن ملوش جيوب. ده بقول للناس اللي هي بتسترزق، والناس اللي متمسكة، الناس اللي قافلة الشقة، والناس اللي كده بتحسب إنها تاخد الحاجة معاهم من الورثة للمستأجرين. ده أنت مالكش حق أصلا، إنما القانون امتد ليك ومش محتاج الحاجة ديت. او انت ساكن دلوقتي وقادر ان انت تسكن في حته تاني او عندك، فبيقول لك الكفن ملوش جيوب. ليه؟
بيقول لك بلاش يستخبوا في عباءة الغير قادرين ويخلوا الدنيا تمشي بسلام ويبقى عايشين مرتاحين البال، ومحدش واخد معاه يعني لما يتكل على الله واخد معاه شقة ولا عمارة، وإن الكفن ملوش جيوب، كل نفس ذائقة الموت. شوف ده مالك، ده راجل مالك محترم جدا، والنهارده دنيا وبكرة آخرة، وربنا يهدي الجميع. مع العلم بقول لمجلس النواب ده هو برضو الملك ده، ان احنا بقالنا 70 سنة مظلومين وعايزين حقنا، بس لازم تخلوا بالكم من غير القادرين من المستأجرين. يجب عمل صندوق اجتماعي او اعطائهم اسكان بطريقة تقسيط او صندوق يصرف عليهم او حد يدفع لهم الايجار. عفوا. يعني مالك محترم جدا، بيقول للناس الغير قادرين، الناس اللي هي بتتاجر بالقانون، والناس اللي بتاخد سبوبه، والناس اللي هي بتسترزق منه، والناس اللي مش محتاجين الشقه وهي عندها، الناس اللي بتساوم المالك، الناس اللي مأجره من الباطن، والناس اللي قاعد في بيت قايل السكوت مش عايز يقعد عشان برضه الملك يعني يديله حاجه. فبيقول لهم كفن ملوش جيوب، وكل نفس ذائقه الموت، وربنا يهدي الجميع. ده مالك محترم بيقول لكم الكفن ملوش جيوب. شكرا.